ما هذه المشكله نتاع الثوره هذه. يعني الفتره الانتقاليه فتره من اغرب ما ثم. في البدايه حبوا يفرضوا علينا سي الغنوشي، تذكروا الغنوشي؟ طلعنا للشارع وقلنا مش معقول انه المكلف بالانتقال الديمقراطي يكون رئيس الوزراء نتاع بن علي 10 سنوات، ما تدخلش المخ. بعد كده خرجناه، جاء سي باجي قايد السبسي، واذا به فاجانا حط لنا وزير داخليه اللي هو كان مدير ديوان وزير داخليه في العهد السابق. قلنا ما يجيش، ما تركبش. ثم اشياء قاعده الان في تونس غير معقوله تماما، انه احنا نريد الانتقال الى الديمقراطيه وفي ظهرنا خنجر اللي اسمه وزاره الداخليه، في ظهرنا خنجر اللي هو وسائل الاعلام المزيفه اللي كلها ضد الديمقراطيه وضد هذه الثوره. ثم حاجه ما تملكش في الثوره، احنا عملنا ثوره لم تكتمل، فهمني؟ هل كان من المفروض من النهار الاول انه يقع الاستيلاء على وزاره الداخليه وان تسقط هذه القلعه، فهمني، وتحط فيها منذ البدايه وزير ديمقراطي؟ هذا ربما الشيء اللي كان علينا ان نفعله. الان وحلين قاعدين نتمشوا نحو الديمقراطيه باليات اللي هي مساله اليات الدكتاتوريه. حاجه من الاثنين، اما الناس هذول اللي مازالوا شادين مناصبهم واللي هم ياخروا في الانتخابات بكل الوسائل، لانه يعرفوا ان الانتخابات ستفضي الى حكومه وحده وطنيه، ستفضي الى حكومه ديمقراطيه. بالضروره سياتي وزير ديمقراطي في العدل، بالضروره سياتي وزير ديمقراطي في الانتخابات، بالضروره سيبدا التطهير. هذا ما قاعد يوخروا ويكركروا بكل الوسائل. اما احنا نقولوا نغلبوا الحكمه والصبر على اساس انه الناس هذو مش يعقلوا واحنا مش نعقلوا، هم مش يعقلوا، ما يزيدوش علينا، ما يستفزوناش، ما يمشوش يخربوا العمليه هذه، ما يحاولوش يتذكروا بانه هذه ثوره نجم نوقفوها، يفهموا ويحاولوا يلقاو صيغ التواصل باش نجم الناس كلها نوصلوا هالبلاد للانتخابات، والا ما يفهموش قدرهم ويتامروا ويعملوا لنا اعمال اللي كما وقعت في المتلوي وفي جندوبه، ونبثوا الفوضى ونبثوا البلبله. انا ذاك الشارع لازم يهبط ويتحمل مسؤولياته في اتمام مهام الثوره. انا ان شاء الله الناس هذول اللي ماشي في بالهم اللي باش يعطلوا وربما حتى باش يرجعوا من الشباك بعد ما تطردوا من الباب، ان شاء الله يعقلوا ويفهموا اللي مش من مصلحتهم باش يمشوا مع تصادم مع الشعب كامل، لان هذه الثوره لن تتراجع، ثلاث رجوع عن الثوره. اللي يحلم منهم بانه باش ينجموا يعرقلوا، ينجموا يوقفوا، ينجموا يقلقوا، اما انهم يعودون للمربع الان. ثم اليوم طبقه سياسيه واعيه، ثم شعب واعي، ثم شباب متحمس. والله قسما عظما اذا يرتكبوا اي خطا تقديري في يعني في مستوى قواهم ويستهزئوا بهذا الشعب ويظنوا اللي خلي هالمرحله هذه تتعدى بدل ليله بليله وتو نرجعوا كذا، راهم يخطئون اشد الخطا. لحد الان شعبنا والحمد لله اظهر يعني صبر وطيبه وكذا، وانا اتمنى ان يتواصل هذا الشيء، لكن انا نحمل مسؤوليته. ما تلزوش هذا الشعب مره اخرى للتمرد، لانه اذا كان لزيتوه بالتحايل وبالمؤامرات اللي هي مفضوحه مكشوفه، حتى حد ينجم يخبي حتى شيء، راهو اذا لزيتوا هذا الشعب راهو لا قدر الله ستكونون ضحيه عنف الذي لا اريده لكم ولا اريده لهذا الشعب. اذا الناس كلها لازم تعقل، لازم المؤامرات اللي في وزاره الداخليه لازم تهدى، فهمني؟ لازم الناس يفهموا مقدرهم. الشباب لازم يبقى يعني مستيقظ. الطبقه السياسيه اللي انا جزء منها فاهمه الطرح، فاهمه اللعب، ما ثم حد يطلع في صبعه. بشويه بالحد الادنى من تحمل المسؤوليه من كل الاطراف نوصلوا هالبلاد للانتخابات، وان شاء الله ما تصيرش بعدها. يعني احنا لا طالبين انتقام ولا طالبين محاكم شعبيه ولا طالبين مرشانه، لكن ايضا ماناش مستعدين انه باش نتخلوا على اهداف الثوره.